اتحاد منتجي الدواجن لم يقوم بدور على الوجه الاكبر، فالنهارده ارخص بروتين حيوان دواجن. المربي دائما وابدا لما يحصل ضربات هو اللي بيشيل الليله كلها، يبقى في تنافس شريف. بتتكلم بصفه عامه عن كل الصناعه، بتتكلم عن موضوع البيض، عن الموضوع التسمين بصفه عامه. في مشاكل بالنسبه للصناعه، والمنتجين بيقولوا احنا بنخسر، والمواطن بيقول لك ما انا كنت بتحمل قبل كده لما الاسعار كانت بترتفع، ولكن المفروض ان هي طالما انا هشتغل على آلية العرض والطلب يبقى ما حدش يتكلم. لكن احنا عايزين نعمل منظومه متكامله نستطيع من خلالها انضباط الثروه الداجنه طوال العام، وده هيبقى شيء جيد جدا. يبقى انا عارف انا بنتج قد ايه، بعمل قد ايه. لكن احنا لو اتكلمنا على الاسعار والتكلفه الفعليه للمنتج النهارده، دائما وقت لازم افرق بين جزئيتين. الجزء الاول بين صغار المنتجين اللي هو النظام بتاعه التقليدي مفتوح، وبين كبار المنتجين اللي عنده نظام مغلق. النظام التقليدي المفتوح في الصغيرين بيشتغل بالدوره الانتاجيه، النظام المغلق بيشتغل بالسنه الماليه، وده افضل مليون مره للمنتج الكبير لانه ممكن يخسر دوره واثنين، ولكن في المجمل العام في نهايه السنه الماليه بيكسب. لما احنا نيجي نتكلم على صغار المنتجين ونيجي نحسب الحسبه، النهارده الفراخ النهارده بكام يا استاذ عايز؟ النهارده الفراخ ب 57 جنيه، 57 جنيه لو حسبت التكلفه على ان الكتكوت ب 20 جنيه والعلب ب 22 والادويه البيطريه ونسبه نافق والكلام ده كله، انا هيصل السعر لا يقل عن 70 ل 75 جنيه المفروض يطلع من المزرعه، ده السعر العادل. فالنهارده لما اقول ب 57 عندي خساره بالنسبه للمنتج. مش عاوز المواطن يقول لي ما انا كنت ببيع بقى. يا سيدي انا معاك، انا عارف انت كنت، وكنا بنتكلم ما حدش ما اتكلمش حينما كانت ترتفع الاسعار. احنا الوحيدين غرفه تجاره القاهره على مستوى الجمهوريه اللي كانت دائما وابدا تتحدث ان هذه الاسعار لا تتناسب مع ادخالات المواطن. فالنهارده نفس القصه، زي ما انا بدافع عليك لما الاسعار بترتفع لازم ادافع عن المنتج، لان دي صناعه قويه واستراتيجيه وهي ارخص بروتين حيواني في جمهوريه مصر العربيه. فالنهارده لازم نحط وضع معين عشان الاسعار تبقى منضبطه. وخلي بالك الكبير افضل ليه؟ وان كان الكبير النهارده بيصرخ وبيصوت بيقول لك الحقوني. الكبير افضل لانه الكلوز بيفرق في التربيه، مفيش هادر في الطاقه، مفيش هادر في العلف، بيطبق امن حيوي بدقه متناهيه، ممكن ما يدخلش الامراض، ممكن تخش الامراض لكن ممكن. ففي الحاله دي بيقلل تكلفه الانتاج عنده بالنسبه ل 3 ل 5 جنيه، وده يبقى شيء جيد جدا. ده بالنسبه للدواجن، وده لازم احنا نحط لها سعر محدد، ونقول يا جماعه نعمل بورصه ونعمل التكلفه الفعليه من خلال لجنه فنيه تستطيع ان تحدد هذا، ونستطيع ان احنا نسير الكلام ده لمده دورتين انتاجيتين. انت هتقولي على اي اساس بتقول الكلام ده؟ على اساس ان انا عندي احتياط استراتيجي للعلف لمده كام؟ لمده 3 اشهر، وده شيء جيد جدا اقدر اعمله مع الرقابه الصارمه. خلي بالك دي مهم جدا والناس كلها بتتكلم عليه. الرقابه على اسعار الاعلاف، الرقابه على اسعار الكتكوت، الرقابه على اسعار الادويه البيطريه اللي فيها مشاكل كبيره جدا وفيها ارتفاعات اسعار كبيره جدا. ده مهم جدا نعمل انضباط. لو جينا اتكلمنا على البيض، خلينا نتكلم على البيض. ما البيض النهارده بكام يا استاذ عايز؟ 92 93. طب تكلفته قد ايه؟ تكلفته من 5.5 ل 6 كيلو علف. لو حسبت الكلام ده العلف لو ب 18 جنيه يبقى المفروض يبقى ب 108. 108 تكلفه الكرتونه على المنتج، خلاص يبيعها ب 10 وتصل للمستهلك 120، تبقى سعر عادل جدا ولا يزيد باي حال من الاحوال او ترتفع باكثر من ذلك، ولا تنخفض عشان ما حدش يطلع بره المنظومه. وده مهم جدا ونقوله ونتكلم فيه ونعمل ضوابط، ويكون في رقابه صارمه، ويكون في فرص تستطيع ان تحقق هذا الهدف المنشود حفاظا على المواطن وايضا حفاظا على المنتج. وخلي بالك النهارده الاسعار انخفضت يا استاذ عز. المواطن مهلك، المواطن المدخليه بتاعته ضعيفه جدا، مش قادر، عنده مشاكل كتيره جدا، طالع من موسم رمضان، دخل على المدارس، دخل على عيد الاضحى، داخل منهك، ضغوط عليه، ارتفاع اسعار الخدمات، ارتفاع اسعار المستلزمات الخاصه بالبيت، كل الامور دي واكله كل مرتب، مش قادر يعيش، فعشان كده ما بيشتريش، فعشان انخفضت الاسعار. لما حصل البيض ب 190 والكلام ده احنا اتكلمنا قلنا الكلام ده اعلى سعر البيض يكون 120، قلنا الكلام ده كله، والسوشيال ميديا موجود للحلقات اللي احنا اتكلمنا فيها، محدش يقدر ينكر الكلام ده كله، اللي ينكر هو حر ماليش دعوه بيه. لكن انا بقول لك ان المواطن مش متعاطف لان بيشعر ان ما حدش معاه، وده برضه خلل. لان هقول لحضرتك حاجه، هو احنا النهارده لما حصل ازمه في رمضان والفراخ وصلت 100 و105، في تحركات ايجابيه في اهل رمضان، وبدانا التحركات للجهات المعنيه، والدوله اتحركت في جزئيه مهمه جدا في الشركه الخاضعه للصناعات الغذائيه، وعده جهات معنيه حطت الفراخ ب 90 و95 رغم ان هي كانت حيه ب 100 جنيه و105. طبعا يبقى دي في تحركات ايجابيه من قبل الدوله، ربما كانتش بالكميه الكبيره اللي ترضي المواطن، لكن انا بحاول اساعدك.
لكن احنا بنقول سيبك من ان انت تساعدني، سيبك ان انا اقول ان الدوله تساعدني او حد يساعدني. ليه احنا ما نحطش اطر محدده وقرارات صارمه نستطيع تعمل انضباط للمنظومه؟ النهارده بنقول المواطن مش طب اقول لك حاجه، الفراخ النهارده قصدي السمك بكام النهارده؟ اللحمه بكام النهارده؟ اللحمه 420. طب خلينا نتكلم على السمك، السمك بكام؟ البلط ب 160. الماكريل اللي كان ب 3 ساخ وكنا بنستورده من بره وكان بيع ب 6 جنيه و7 جنيه النهارده 320. فالنهارده ارخص بروتين حيوان ده واجد، فعشان كده لابد يكون في تحركات ايجابيه نحافظ عشان المواطن. المواطن النهارده بيقول لك لا هو احسن كده وانا عاوز مش هناكل، وبيتكلم ان في نظام غذائي معين هو حر بيه، واحنا ما بنطلبش من حد ياكل فراخ. انت حر، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، لكن ما تسممش حياه الناس وتقول لا او وتقعد خليك انت حر، كل اللي انت عاوزه، ما تاكلش بيض، ما تاكلش فراخ، لكن ما تقولش يعني 10% 20% من المواطنين هم ما بياكلوش، يبقى عندي 80% بياكل وانت عايز تسمم حياتهم وهو ارخص بروتين حيواني. فاحنا بنتكلم على جزئيه محدده، احنا عايزين نعمل انضباط. الانضباط المواطن مش راضي لان بيشعر ان ما حدش بجنبه. المواطن ده يقول لك انا بدخلاتي زي الاطران وانا كل الضغط عليا، اي مشكله تحصل هاتوا من جيب المواطن، اي مشكله هاتوا المواطن، فالمواطن يشعر ان ما عندوش حد معاه، فعشان كده مش راضي عن اي حاجه. لكن لو حطيت ضوابط واليات محدده يلتزم بيها المنتج هيلتزم بيها المستهلك، لان بيشعر ان في ضوابط، بيشعر ان انا بتحاسب لما اخطا في حق المستهلك، بيشعر لما انا بغلي الاسعار في جهات معنيه بتقول لي تعالى وتمسكني وتحاسبني، بيشعر ان لو في ده شبه فساد في اي مكان في حساب صارم على الناس، فعشان كده المواطن هيستفاد ويسكت. انا ارى من وجهه نظري صعب جدا تصل الى المرحله، لان المرحله دي كانت عندنا في 22 لما حصل ما عندناش علف ولا دولار وطلعت كميه كبيره جدا من المنتجين ادت الى عندي شحيه كبيره وصلت الى تقريبا 40%. لما انا اقول انا بنتج 16 مليار بيضه اضرب في 4 في 6 ب 54، انا عندي تقريبا 10 مليار بس الموجود، عندي 6 مليار عجز. لما اقول بقى بعد انتاج 1.6 بردك نفس القصه، يبقى انا عندي حوالي بردك مليار دجاجه، عندي 600 مليون عجز. فطبعا ادى الى ما حدث في 22. اتمنى ان ما يحدثش مره ثانيه، ولكن انا من المفترض يكون عندي اداره للازمه تتوقع حدوث اي ازمات واحط سيناريوهات جاهزه ليحصل اي مشكله، يحصل زي المشكله اللي حصلت، يحصل مشكله زي النهارده بعزوف، يحصل مشكله كذا، يبقى انا لو حصل عندي عزوف زي دلوقتي يبقى انا اتوجه بالمنتجات بتاعتي فين؟ بعض الحلول، ولكن انا رايي مش حل جذري ولا هيعمل يعني انا عايز اعرف مين هياخد بيض مبستر عشان يعمله؟ بيض مبستر يخش في المصنعات، واحنا قلنا من ضمن الاشياء التي يجب ان تتم لكي يتم لم او يتم اخذ كميات كبيره من السوق تم تصنيعها عشان نقدر نقطه تعادل، مش عشان هاكلها للمواطن. دي بيخش المصنعات واصدر بيض مبستر بصدر، لكن ده بيخش في المصنعات، ده مهم جدا. لكن البيض المبستر انا قلنا احنا بطاقه التموين ندي الناس والكلام ده كله، يعني انا بيتهيألي الموضوع ده اتدرس مره واثنين وثلاثه وبيتهيألي لم ينجح. فانا سبونا الافضل احط ضوابط واعمل سعر عادل، المواطن هيبقى مبسوط والمنتج مبسوط وتبقى في آلية محدده طوال العام، وده افضل شيء وجهه نظري الشخصيه. لا مش المربي لوحده، المربي والمستهلك، لا عشان يبقى المنظومه منضبطه. المربي دائما وابدا لما يحصل ضربات هو اللي بيشيل الليله كلها، نفس القصه حينما ترتفع الاسعار اللي بيشيل المواطن، فالمواطن بيشيل. وخلي بالك ان المواطن برضك له يعني حق عند كل الجهات المعنيه، يعني انا كدوله منوط ان انا اوفر له بروتين حيواني رخيص الثمن طوال العام. الغرف التجاريه في بعد اجتماعي، احنا من غير الغرف التجاريه المفروض بعد اجتماعي بنحاول قدر الساعه نكون مع المواطن، وده بيظهر جليا في اهل رمضان واهل المدارس، وبنتحط حاجات ايجابيه مع المواطنين. المواطن عارف ويعي تماما، انا ماليش دعوه يا استاذ عز من اللي عمال يتكلم ويشتم ويهبد ويقول كلام، وفي بعض الناس مش عايزين نقول عليها ناس ايه لان عيب ان احنا نتكلم. انت ليك مطلق انتقد لكن بادب باحترام، لكن باساليب غير حضاريه وكلام غير منطقي، ده كلام غير مظبوط. ومره ثانيه بقول كل انسان حر في تصرفاته بما لا يضر، انت حر ما لم تضر، فكل انسان حر بس ما تضرش غيرك. طيب خلينا نقول ان والكلام ده مش اول مره اقوله، انا قلت ان الاتحاد لم يكن بدوره على الوجه، على اتحاد منتجي الدواجن لم يكن بدوره على الوجه الاكمل. ويمكن الايام دي في بعض الخلافات المتواجده داخل الاتحاد، لكن الاتحاد فيه قامات وفي ناس محترمه وناس كبيره جدا تستطيع ان تجعل هناك انضباط في منظومه الثروه والدجله. والكلام ده انا قلته مره واثنين وثلاثه، قلت ان الاتحاد له دور فاعل، يجب ان يتم التحرك على ارض الواقع
ما زال الاتحاد لم يستطيع ان يجذب كل المنتجين. طب هتجذبهم ازاي؟ اعمل وسائل جذب. انا النهارده لما اجي اقول الاتحاد بنتكلم ونقول احنا عندنا 3.5 مليون مربي ولا بتاع في الثروه الدجن صغير وكبير والكلام ده كله، عندي المطروح واللي بيتقال. طب انا عندي الاعضاء قد ايه في الاتحاد؟ 300 400 500 من 3 مليون؟ كلام غير منطقي بالمره. انا المفروض اعمل وسائل جذب اضم كل العاملين في القطاع ده. خلي بالك ده قوه لي انا، واستطيع اشوف مشاكلهم وهم ينقوا المجلس اللي هم عاوزينه، ونبتدي نتحرك ايه مشاكلكم ونحلها داخل الاتحاد. الاتحاد مش ضعيف، الاتحاد قوه، ولازم يكون دوره بارز على ارض الواقع. في مجموعه، قلت لك في الاول البدايه قلت لك ان في مجموعه كبيره جدا وناس محترمه جدا، لكن حتى الان اتمنى في المرحله القادمه ان يتغير سياسه الاتحاد، يكون له دور بارز واضح، هو اللي يدير المنظومه زي ما هو عاوز. بلاش وزاره الزراعه، ما تدخلش وزاره الزراعه، خلي وزاره الزراعه تساعدك في الحاجات اللي هي ايه؟ الموافقات التصديريه بالنسبه للشهادات الصحيه، كل الامور دي كلها، وخليك انت بتدير المنظومه، بس تكون على قدر المسؤوليه وتجذب كل الناس المتواجدين على الساحه وتشوف مشاكلهم وتحلها. انا بتهيألي الاتحاد يبقى اقوى اتحاد في جمهوريه مصر العربيه لو حدث اللي انا بقوله وتحرك، يبقى في ناس محترمه جدا في الاتحاد وعاوزه تعمل الكلام ده. طيب حضرتك بتقول لي بالنسبه للتصدير الخارجي وفتح اسواق جديده، في فتح اسواق لكن ليست بالكميات اللي المتواجده عندنا. انت عندك وفره كبيره جدا، والوفره اللي عندك المفروض تستغلها بالتصدير الخارجي. وبرضك هرجع تاني لحته قلت لك الوزاره مش هي المعنيه بالكلام ده كله، الوزاره معنيه بحاجات معينه، معنيه تطلع لك الموافقه التصديريه، معنيه ان هي تشوف لك الشهادات الصحيه، معنيه تاخد عينات وده المعمل كذا وتقول لك كذا كذا كذا. كل الامور دي هي معنيه بيه، ما دون ذلك انت اللي معني. انا شركه كبيره عايز اصدر، افتح اسواق لنفسي. الاتحاد العام للغرف التجاريه عليه دور ولازم يقوم بالدور بتاعه ويتواصل مع كل اتحاد على مستوى العالم، واحنا عندنا وعندنا وعندنا، وبالاخص افريقيا واسيا. ده كلام دور، بالاضافه الى والكلام ده قلته مره واثنين وثلاثه، الملحقين التجاريين المتواجدين في كل الدول عليهم دور كبير جدا جدا جدا. عليه ان يسوق للمنتج المصري، وازاي يسوق له، وازاي يفتح مجالات للتصدير، وايضا اذا كنت انا بستورد من الدوله اللي هو قاعد فيها يوفر لي المنتج الجيد مع السعر المناسب. ده مهم جدا بالنسبه لنا، لكن حتى الان لم نرتقي في التصدير ان احنا نقدر نحل الازمه المتواجده حتى الان، ومفروض يكون في مجهودات كبيره جدا من كل الجهات المعنيه اللي قلت لك حضرتك عليها، اللي هي الشركات الكبرى، الاتحاد العام للغرف التجاريه، ايضا الملحقين التجاريين خارج جمهوريه مصر العربيه. عايز اقول لك حاجه، في فرق بين التنظيم وفرق ان انا ما عنديش اليه. لا انا عندي موجود، انا عندي الناس الجدود عندي معروفين، عندي قطاعين الجدود معروفه، عده شركات معروفه وكل واحد بيجيب كتالوج والكلام ده كله معروفين. الامهات زادت وكترت، وخلي بالك من ايام الازمه بتاعت 22 في ناس كتير دخلت وجابت امهات والكلام ده كله. البيض لما كان وصل 135 ناس دخلت ما كانش في الساحه، دخلت ومش معروفه كمان، يعني ده زود الطاقه الانتاجيه. عشان كده انا قلت ان الطاقه الانتاجيه بتاعت البيض مش 16 مليار، انا اتجاوز 17 مليار، وقلت ان انا تقريبا عندي 55 مليون. لو ضربت ال 55 مليون في 310 بيضه هجد انا عندي 17 مليار وشويه. لو انا اتكلمت على الجدود، انا قلت انا عندي 360 جده، 360 جده، الجده بتديني 40 كتكوت ال 40 كتكوت لو ضربتهم في ال 360 هيجي لي 14 مليون و400. لو ضربت 14 مليون و400 في 140 كتكوت اللي بالامهات هيديني 2 مليار 116 مليون كتكوت. انا عندي طاقه انتاجيه كبيره، لابد ان انا اتحرك حط ايجابيه كيفيه التصرف في الكلام ده. وبرضك لازم اعرف هل انا بعمل اغراق في السوق هيؤدي للانخفاض، يبقى انا عاوز قد ايه بالظبط. ده اللي انا بتكلم عليه. المفروض ادخل انا النهارده المواطنين عندي كام؟ 120 مليون 130 مليون، يبقى انا عايز قد ايه؟ ادخل 1 2 3. انا الزياده المتوقعه في السكان السنه الجايه 2 3 مليون، المفروض ادخل كام ازود كام جده، اعمل كام، كل ده المفروض يكون متواجد داخل الوزاره المعنيه اللي هي وزاره الزراعه. لكن انا بقول لك عندي اليه، عندي، ولكن بتفلت احيانا الاليه حينما تخش او تدخل للانتاج مجموعات غير محسوبه وغير معروفه، رغم ان انا استطيع في خلال شهر، الكلام ده قلته مره واثنين وثلاثه وعشرة وبقوله، ان انا اعمل حصر شامل كامل لكل الثروه الداجنه في مصر. انا عندي مديريات الزراعه ومديريات الطب البيطري في كل المحافظات، وعندي الادارات الزراعيه والبيطريه في المراكز، وعندي الوحدات الزراعيه والبيطريه في القرى والريف. اقدر اكلف كل الناس دي تجيب لي كل المزارع المتواجده، وده بينتج ايه؟ بينتج تسمين، بينتج بياض، بينتج عنده امهات، عنده، واعمل حصر، واللي بيشتغل وما بيشتغلش في خلال شهر اقدر اعمل حصر الشامل
الوافي، واستطيع من خلال هذا الامر على مسؤوليه مين؟ مديريه الزراعه والطب البيطري المتواجده في كل محافظه. اقدر اعمل الكلام ده كله سهل جدا بالنسبه لي. عاوزه قوه واراده، تعالوا تعملوا ايه وشوفوا الدنيا دي كلها. وده مش يعني صعب عليا او لا الكلام ده غير منطقي. يعني انا عايز اقول لك ان السلاسل التجاريه اسعار زي ما انت بتقول اسعار مرتفعه جدا. انا فوجئت ان واحد بالنسبه السعر الحي بالنسبه لهم. انا اقول يعني انا ما حد يقول لي انا رحت لقيت الفرخه الكيلو ب 210 في احدى السلاسل دول. مين اللي قال؟ الفرخه النهارده ب 57 جنيه صح؟ 57 جنيه اديها كمان يا عم 7 8 جنيه بقت ب 65 جنيه. تطلع من ايه؟ من المزرعه ب 65 جنيه، تروح المجزر ب 65 جنيه، اضربها في 1.6 يبقى ادي 65 صح؟ و5 6 ب 30 وعندي ادي 6 6 36 يبقى ادي كام يا ريس؟ 39. ادي 4 يعني 104 كيلو فراخ. 104 كيلو فراخ متكلف على المجزر 104 قول 105. انا ابيعه ب 110. اللي ابيعه 110 ازاي يخليه 210؟ في خلل ما فيش رقابه. يا باشا بص انا بتكلم عن الفرخه. البانيه النهارده اتخن واحد النهارده لو قلت انا زي ما قلت لك اهو البانيه ب 65 على السعر النهارده قلت كده 65 اضربه في 2.8 هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 180 175. فالبانيه بقول لك في اشكاليه في الكلام ده كله. ومفروض انا مش عارف والله في السلاسل بس بيتجاوز 200 وحاجه 230 240 الله اعلم. لكن انا بتكلم ان الجزئيه دي عاوزه ضوابط. الضوابط سعر. ما حدش يقول لك اليات السوق الحر والكلام ده كله. لو اتكلمنا على اليات السوق الحر والكلام ده انا قلت في احدى الحلقات اروح لم من الورقه اللي انا مع حضرتك دي واخد بعض وامشي اقول لك اليات السوق حر. لما تبقى الفرخه توصل 200 جنيه ما حدش يتكلم، ولما توصل 50 جنيه مفيش 200 جنيه حد يتكلم. لكن انا عايز اعمل ضوابط استطيع من خلال استمراريه الثروه الداجنه بمصر. الاستمراريه قول بقى اعمل بورصه. نمره واحد بورصه. البورصه تحدد الاسعار النهارده كل يوم حسب التكلفه الفعليه. اتكلمنا فيها كتير من سنين طب ما حدش يعملها ليه؟ ما لازم في خلل. لازم هنتكلم على القانون دلوقتي. لازم اتكلم على القانون. بس هو القانون ده مش هيطبق. يعني هقول لحضرتك حاجه. يعني انا طبعا رئيس شعبه الثروه الداجنه وانا كنت اتكلمت على الصناعه فلقيت الناس من زمايلي بتقول لي يا عم اتكلم على مش عارف ايه بالناس يا عم انت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على كذا. طب انا الغرف المغلقه هو ما يعرفش انا بعمل ايه. انا في الغرف المغلقه بتكلم وعارف اتجاه الدوله وعارف هم كيفيه تطبيق القانون او متى يتم تطبيق القانون. انت بعيد. انا بتكلم على قانون 70 منع تداول الدواء الحي. انا بقول لك انا مؤيد القانون واتمنى ان يطبق من غدا. لكن في اشكاليه فيه. الاشكاليه كالاتي: اذا تم تطبيق القانون لن يتم نقل الدواجن بين المحافظات. ده نمره واحد. يبقى اذا المفروض كل محافظه لها انتاجه يتم الجزر فيها. طب ما جزرش ما عندوش المجازر اللي هيجزر هيعمل ايه؟ هيبيع حي. يبقى انت ما طبقتش القانون. فالاول ان احنا المفروض نقول للمحافظات اللي عندي انتاج كل محافظه قد ايه والمجازر المتواجده، وهل المجازر المتواجده تستطيع ان تقوم بجزر كل الدواجن ولا لا. ان ما كانش يبقى المحافظ او المحليات عليه ان تقوم بعمل المجازر اللازمه للجزر ثم بعد ذلك اطبق. لكن انا من اول الناس انا عايز اطبق بكره الصبح. هي 100,000 بند حافظ على البيئه الصحه العامه. يبقى في تنافس شريف وجيد. ده اللي احنا بنتكلم واحنا عاوزينه في المرحله القادمه ان شاء الله. لكن اتمنى ان القانون يطبق بكره الصبح وانا بنادي ان يتم تطبيقه من بكره مش من النهارده. انت عايز نتكلم كلام جرايد كده ولا نتكلم بكل شفافيه؟ شفافيه طبعا. من ضمن الاشياء اللي عملت الكلام ده الرقابه. الجهات الرقابيه يومين ثلاثه وتطلع تقول لك تم القبض والفراخ مرميه في الشارع. بص الفراخ ما ولا تصل لكن بص يقول لك بص عشان نقول لك الفراخ بايظه. كلام غير منطقي بالمره. انا بقول راقب وتحرك خطوات ايجابيه. اي حد عمل خلل حاسبه. انا بايد ان اي انسان يحاسب. من امن العقاب اساء الادب. وبناء عليه انا بقول لك انا اتمنى ان كل حد يخطئ يتحاسب. لكن مش معنى ده انت بتنشر فضايحك في الشارع. غلط. مين اللي قال؟ مين الواحد يطلع يتكلم ويقول لك ان كل الفراخ المتواجده وفي جمهوريه مصر في المحلات بتتبذب بالماء؟ مين اللي قال الكلام ده كله؟ انا عندي 80% من انتاج مصر في المحلات. المجازر ما بحش 20%. المجازر المتواجده ما بحش 20%. يعني لو قلت 20% في 1.6 يعني ب 300 كام؟ 320 مليون. وعندي مليار و280 مليون بيدفعوا في المحلات. مين اللي قال الكلام ده كله؟ ده بايظ. كلام غير منطقي. كلام غير مظبوط. انا عايز اقول ان النسبه للمحلات ما ينفعش ان انت تحط الدواجن على الترابيزه وتتعرض للهواء والاتربه ويحصل عد بكتيري. ولكن الفراخ سليمه. لكن الوضع غلط مش صح.
واللي يتمسك بيعمل خلل ما تعممش اي خطا. المصيبه السوداء ان احنا ده بنعمم كل شيء، وده خطا جسيم. في خلل، في خلل. مفيش ضوابط، مفيش ضوابط. مفيش رقابه عليهم، مفيش رقابه صحيحه عليهم. احنا النهارده لما تيجي سلامه الغذاء، وده مهم جدا بالنسبه لي، معلش اخش بعد اذنك. سلامه الغذاء، سلامه الغذاء النهارده شغلتها الاساسيه بعد وليس قبل. يعني ايه بعد وليس قبل؟ بعد الجذر ملهاش دعوه. المجزر في سلطه الطبيب البيطري، اللي هو المفروض الطبيب البيطري هو الاساس في منظومه الثروه الداجنه والحيوانيه. هو اللي بيراقب، هو اللي المفروض يحافظ على الصحه العامه للحيوان والانسان. فالنهارده لما تيجي سلامه الغذاء تفرض شروطها وتتجاوز، ده خلل جسيم. انا بقول سلامه الغذاء لها دور، ودور احنا بنأيده ونعضده، ولكن بشروط. ما تجيش انت تقفل لي مكان وتقول لي لا ده انت عندك خلل. طب انا لما تقفله، طب انا اصلح لك ازاي الخلل؟ ما انا عندي بنود فيها خلل، عندي 1 و2 و3 و10، ماشي. لكن لما تروح ما تروحش الا مع الجهه الفنيه. مين الجهه الفنيه؟ الطبيب البيطري هو الفني. حتى لو انت طبيب بيطري، مش انت المنوط الطبيب البيطري. الطب البيطري الهيئه هي اللي منوطه تيجي تقعد معاك. لكن انت بتروح بمزاجك وتقفل وتعمل مش عارف ايه، كلام غير منطقي. طب انا جيت عند حضرتك وقفلت لك من بره، قلت لك انت عندك اخطاء، هتصلح الاخطاء ازاي؟ صلحها حضرتك، ما انت قافلني، اخش منين؟ تحت عقب الباب؟ يبقى لازم يكون انا بدي مهله لتوفيق الاوضاع. انا عندي خلل، عندي خلل، مش عيب يكون عندي خلل، احنا بشر. عندي خلل، الكمال لله وحده. الخلل المتواجد عندي 1 2 3 4، بديك مهله لحد 21 يوم 22 يوم توفق الاوضاع بتاعتك، واشوف اجيلك لقيتك عملت 10 اديك كمان مهله عشان الباقي تعمله. ده الكلام الصح. لكن تقفل وتشرد عماله، يعني مجزر عنده 250 عامل تطلعه حتى لو عنده كل الاخطاء. انا بتكلم اهو عنده اخطاء، لكن ما تشردش عماله لمجزر وتقول لي اصل انا سلام ايه يعني ايه سلام الغذاء يعني انت ايه؟ في كلام يجب ان يتم دراسته كويس قوي، يكون دراسه متأنيه. فانا بقول في بعض الامور اللي بتطرح على الساحه وعلى السوشيال ميديا بتضر الصناعه ولا تفيد الصناعه، وده مهم جدا. ودايما اقول ان انا في بعض الامور لابد ان تدار في الغرف المغلقه وليست على السوشيال ميديا، حفاظا على هذه الصناعه القوميه الواعده التي وفرت كل البروتين الحيوي لكل الافراد باسعار تتناسب مع مدخلها.